عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تاني حلقة من قناة البرمجة ببساطة. دلوقتي هناخد تاني حاجة اللي هي المتغيرات، واللي مشافش الحلقة الأولى يروح يشوفها هتلاقوها على القناة. دلوقتي المتغيرات دي هقولك كل أنواعها ببساطة، وهقولك النوع وأديك مثال كده. أول حاجة المتغير ده عشان تفهم بس أديك مثال، عامل زي صندوق صغير بيخزن الكمبيوتر معلومة معينة مثلا، يعني ممكن تخزن في رقم أو كلمة أو حتى حالة زي صح أو غلط. تعالى بقى أشوف أوريك الأنواع. أول نوع وده أشهر اللي هتستخدمه كتير برضه، دي معلومة. انت ده من أهم الأنواع. انت ده انت بتستخدمه عشان تجيب عشان تخزن رقم 10. زي مثلا أقول له انت ايج يعني العمر 15 مثلا، وأعمل له ايه؟ تعالى بقى أقول له سيستم، أقول له عشان أشوف الكود ده صح ولا لأ. طالما مجابليش ايرور يبقى صح، بس للتأكيد أوت دوت برنت لين. تمام كده، تمام. أقول له مثلا الإيج حلو، وهقوم جاي هنا. طبعا الغلط إن السيستم أول حرف فيه كابيتال، طبعا عشان أخلي برضو المنظر شكله كويس. وأقوم جاي هنا وأقوم قايل له الإيج بيساوي، لو جيت رنيت كده الناتج هيطلع بإن الإيج بيساوي 15. طب كده أول حاجة احنا عرفناها. ممكن طبعا نجربها على حاجات كتير، أمثلة مش لازم الإيج. تمام. تعالى برضو معلومة انت بتاخد رقم قليل، رقم مش كبير، يعني مش زي اللونج بتاخد حاجات عالية، لا ده ياخد حاجة بسيطة. تعالى تاني حاجة هناخدها هي الدبل دي بقى بيخزن رقم فيه كسور عشرية. ده عادي بياخد رقم يكون فيه ايه، يعني هنا بص لو جيت قلت له 15 دوت واحد جاب لي ايرور على طول، لأن قال لي الواحد ده ما ينفعش. طب دبل، لو قلت له دبل مثلا، خلينا نقول هيبقى برايس بيساوي، وليكن مثلا زي في محلات كتير بتقوم عاملة ايه، يقولك السعر 99.99. طبعا نجيب في ايرور يبقى الكود صح. بس تعالى برضو نعمل نفس الفكرة، هناخد دي كوبي ننزل تحت هنلاقيه. طبعا هنغير الكلام ده، مش هيبقى اتش. هقول له أول حاجة البرايس زائد بيساوي، طبعا في غلط هنا بسيط جدا، اللي هو بيساوي دي مينفعش تبقى بره مع الكود، لأن هنا دي هنا بقى أنا عايز أحط أي حاجة أحط، لكن عايز أحط أقول له مثلا بص رزعت عادي، حطيت أي حاجة براحتي، لا لأن دي جمل طباعة، إنما ده حاجة خاصة بالكود ده هتأثر، لأن ده اسم برايس بس ده الاسم. هو كده مثلا لو جيت حطيت له هنا 9 وفي من الكود اسمه 9 برايس، لأ مينفعش. يجي نرن دلوقتي ظهر لي الإيدج والبرايس. طب ليه ظهر الإيدج؟ لأن أنا فوق اديته الإيه، لغة الطباعة، قلت له اطبع لي. تالت حاجة برضو دي اتشار ده بيخزن حرف واحد بس. زي اديك مثال بسيط كده، الحاجة بتبقى أسهل، تبقى مثلا نقول جراند يساوي، وليكن مثلا خلينا نقول ايه نروح ده. طب في ايرور، ليه ايرور؟ لأن الجراند دي مينفعش أحطها في لوحدها، المفروض يبقى في سنجل كوتيشن كده. الايرور خلاص. أهو بقول له يساوي سيستم دوت اوت، اهي طلعت لي صح.
دوت برنت، هتقوم داخل جوه هنا، هتقوم قايل له الجراند بيساوي مثلا، خارج مرة تقول له بيزائد بس كده، تيجي تران. طبعا كده لغاية هنا احنا خلصنا، ودي كانت شوية متغيرات بسيطة عشان المعلومة توصل مش أكتر. طبعا في حاجات أكتر من كده في الحلقة الجاية، و